السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هاني. أولا وقبل كل شيء أشكر الجميع على متابعة القناة. أشكركم على التعليقات. موضوع اليوم نتحدث فيه عن برج العقرب، حيث أن أحد الإخوة ويدعى الحسن ذكر في بعض التعليقات أنه يريد معرفة الحجر المناسب لبرج العقرب. أود أن أشكر أيضا الأخ حسن على هذه الثقة، ويسرني أن أعطي رأيي في هذا الموضوع. وحتى أرد على هذا السؤال، برج العقرب لديه البيريل كحجر بخت، لكن أيضا يتفاعلون جيدا مع الياقوت وحجر القمر. من المعروف أيضا أن التوباز يعمل مع طاقة بلوتو، وهو الكوكب الذي يحكم برج العقرب كما قلنا في السابق. كل هذه الأحجار الكريمة هي سحر محظوظ للأشخاص الذين ولدوا في هذه العلامة. هذه الأحجار الكريمة أي البيريل، الياقوت، وحجر القمر، وأيضا التوباز تعمل لدى برج العقرب على امتصاص طاقته السلبية وتجعله أكثر سعادة. هذا طبعا والله أعلم. كما يعتبر العقيق الأحمر والمرجان الأحمر من الأحجار الكريمة المحظوظة لبرج العقرب، إذ أنها حسب ما وجدت تساعده في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التحمل لدى الأفراد. ماذا نعني هنا بتعزيز الثقة لدى الأفراد؟ من المعروف عن برج العقرب أنه أحد الأبراج المائية التي تميل إلى السرية، لذلك تجدهم لا يميلون إلى نشر تفاصيل علاقاتهم أو الإعلان عن حبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن من المفارقات أن برج العقرب يريد معرفة كل شيء عن الشخص الذي يمنحه ثقته أو قلبه أو حبه، بل سيحاول حتى اقتحام عقله للعثور على كل ما في وسعه أن يعلمه للاقتراب منه وفهمه. وفي هذا الإطار نشير أن رجل العقرب يتزوج عادة في الثلاثينات من عمره، ويعود السبب في ذلك إلى أن مولود العقرب يفضل أن يأخذ وقته في العثور على شريكة الحياة الأمثل بالنسبة له. أما بالنسبة لأنثى العقرب فمن المعلوم عنها أنها قليلا ما تخاف، كما أنها مسيطرة وعنيدة في بعض الأحيان. وعندما تزيد صعوبة الحياة على امرأة برج العقرب لا تستسلم بسهولة، بل تحاول استكمال حياتها بإصرار وهي واقفة على قدميها. هي مرأة واثقة بنفسها كثيرا، وتتميز بمداركها الواسعة. شخصيتها معقدة بعض الشيء ومليئة بالأسرار، ولا تفصح بسهولة عن الأسرار التي تكمن بداخلها. أما عن التوافق فمن المعلوم أن برج العقرب يتوافق إلى حد كبير مع برج العذراء. في الأخير إخوتي، أرجو أن تكون المعلومات قد نالت إعجابكم. لا تترددوا في وضع آرائكم في التعليقات. كلنا أذان صاغية. السلام عليكم.